السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. واحد بعت لي بيقول ان هو ساكن في بيت عيلة مع والدته يعني. فبيقول مراته اول مرة تولد، فراح جاب لها حاجات كتيرة في البيت، ملالها البيت، فراخ على رز على مكرونة على سمنة. فبتقول له ماما هتجيب، قال لها ماليش دعوة، تجيب اللي تجيبه، بس انا حاجتي بيتي يبقى مليان عشان حتى اللي يجي ياكل. انا مش دعوة. بيقول جبت مليت الشقة، وقلت لامي بقى ايه، امي واختي اللي انتوا اللي هترعوها. قالت طبعا هنشيلها وكده. فبعد ما مراتي ولدت وعدى كام يوم، لقيت اخو مراتي جاي بيقول لي انا هاخد اختي تقعد عندنا عند امي. فبيقول له ليه؟ قال له عشان نراعيها وكده. قال له تراعيها ايه؟ مامي واختي وعندها اكلها وشربها، عندها كل حاجه. قال له اكل وشرب ايه؟ ومين اللي بيراعيها؟ انا كل ما اكلم اختي الاقيها بتاكل عيش وجبنه. قال له ازاي انت؟ قال لي انت بتقول ده؟ قال له اه. فبيقول رحت طالع مراتي، انت ما حدش بيطلع يسال فيكي؟ قالت له لا، انا اللي بقوم اتغصب على نفسي واقوم اعمل لك اكل واعمل لنفسي وكده. طب ما اكل، طب ما مين اللي بيجيب الاكل؟ قالت له ما حدش بيسال فيا والله، انا على طول باكل عيش وجبنه عشان انا تعبانه ومش قادره اقوم. وقبل ما انت بتطلع بحاجات بسيطه بيروحوا مطلعين اكل ليك على قدك انت، يا اما انت تاكل تحت. فبيقول لها يا بنتي ده انا الشقه قبل ما تيجي. قالت له امي جابت خير على خير، غير اهلي وخلاني بعتولي زبيته وفيها فراخ ولحمه وكل ده، بس ما حدش عمل لي حاجه، وما شفتش الكلام ده، وما كانش حد بيقول لي جبتي ولا عملت ايه. فبيقول انا بقيت في نص هدومي. رحت قلت لاخو مراتي، قلت له لا استنى، ايه ده؟ انا مش عارف انت بتقول ايه. استنى بقى لما ايه اروح اشوف بيته واشوف ايه الدنيا فين. فبيقول نزلت لامي واختي بهدلتهم، كسفتوني في وسط نسايبي. انت كنت عايزه الارض تشق وتبلعني، ان ازاي يقول لي اختي بتاكل جبنه وعيش وانا جايب كل ده؟ امال لو مش جايب انتوا عملتوا فيا كده ليه؟ كنت قلت من الاول، كنت قلت لها خلي اختك والله ما تيجي تقعد معاكي، او كنت سبتها عند امها وديت لها واجيبها هناك. انتوا ازاي تعملوا فيا كده؟ وزعلت. كنت قلت لي، كنت انا حتى انا اللي قعدت بيها. فامه بتقول لا مين قال لك الكلام ده؟ انا بطلع وبعمل وبسوي وايه. بس انا حاسس من كلامهم وشكلهم ان هم اتفاجئوا بيا ان هم فعلا مراتي عندها حق. بس انا زعلت قوي. رحت واخد اسبوع اجازه وقعدت بمراتي، وانا اللي بقيت اعمل اخدمها واخلي اختها وامها يجولي كل يوم اخر النهار، ان كانوا مثلا يغسلوا غسيل مش هعرف، يروقوا، انا بس بوليها وقاعد معاها وبس. انا زعلان منهم وهم ما انا بكلمهمش وزعلان. انا كده صح ولا غلط؟ انت صح وغلط في نفس الوقت. انت صح ان انت من حقك تزعل منهم وتبقى فعلا كسفوك في وسط نسايبك، بس معلش في الاول وفي الاخر امك. لكن انت ما ينفعش تقاطعهم وهم غلطانين. وانت في الاول غلطان ان اي البنت بتبقى عايزه امها عايزه اختها، لكن ما تفتكرش ان هي اختك انت او امك انت اللي راعوها. لا، هي عايزه حد من اهلها. ده اصولا امها تعدي عليها كل يوم، تبص عليها، تعمل لها اكلها ولا اختها، وهم اختك وامها برضو يبقوا قاعدين يوجبوا مع الناس اللي جايه ولا رايحه يروقوا الشقه، يغسلوا غسيل زي ما انت بتقول، يغسلوا المواعين، يبقى الاتنين ايه مع بعض. لكن امك واختك كبروا دماغهم، هي العين اللي شربت لوحدها. كنت قلت بقى خلي امها ولا اختها يجوا يقعدوا معاها، ايه المشكله؟ ومعلش يعني ما هم غلطين اي نعم، بس ما ينفعش تقاطعهم. برضو كلم امك وخبط عليها وعرفها ان انت زعلان، وهي تراضيك وتتراضى وخلاص. موقف وحصل، هو موقف حصل خلاص. واكيد حماتك لما جت شافت الشقه عامله ازاي جايب كل حاجه، معلش عديها بس راضي امك. وانتوا قلنا رايكم في الكومنتات ايه، والسلام عليكم يا جماعه، وفي فيديو جديد.